تعد معركة أمألة من أبرز المحطات التاريخية في ملف الصحراء المغربية، لما حملته من أبعاد سياسية وعسكرية عميقة، ولما كشفته من حقائق حول طبيعة النزاع في المنطقة. وقعت هذه المعركة سنة 1976 بمنطقة أمألة الواقعة في الصحراء المغربية، بعد أشهر قليلة من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية إثر المسيرة الخضراء. اندلعت معركة أمألة عندما رصدت القوات المسلحة الملكية المغربية وجود عناصر مسلحة مدعومة من الجيش الجزائري داخل التراب المغربي، في خرق واضح للقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار. وقد تعامل المغرب مع الوضع بحكمة ومسؤولية، حيث دافع عن وحدته الترابية دون الانجرار إلى تصعيد إقليمي واسع. أظهرت هذه المعركة مدى جاهزية الجيش المغربي وقدرته على حماية سيادة الوطن، كما كشفت في الوقت نفسه حقيقة التدخل الخارجي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ولم تكن أمألة مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل شكلت دليلا تاريخيا على أن قضية الصحراء لم تكن يوما نزاعا داخليا، بل قضية إقليمية ذات أبعاد دولية. لقد خلدت معركة أمألة في الذاكرة الوطنية باعتبارها رمزا للتضحية والصمود، ورسالة واضحة مفادها أن المغرب، ملكا وشعبا وجيشا، كان وسيظل متشبثا بوحدته الترابية، ومدافعا عنها بكل الوسائل المشروعة، في إطار احترامه للشرعية الدولية وخياره الدائم للسلام.